هو ده اللي محدش بيكسبه قبل كده. جديد وفلوج جديد، هو تحدي جديد يعني. بس ماشي، هو النهارده فكره الفيديو ان هي تحدي. المفروض ان حسن جايب لي فريق كره قدم، يعني ما اعرفش اسمها ايه، بس الكره الكبيره اللي هلبسها دي يا جدعان. طب يا جدعان اعمل له سربرايز، في سربرايز النهارده عاملها لحسين طبعا، هي مفاجاه حاجه كده هو لسه مش متوقعها او هيتفاجئ بيها كمان شويه كده. المهم يعني قبل ما نبدا الفيديو النهارده، اللي لسه مش عامل لايك الفيديو ينزل يعمل لايك، واللي مش عامل اشتراك في القناه بقينا 2 مليون مشترك جامد، عشان داخلين على 50 مليون مشترك يعني قريب ان شاء الله. ان شاء الله 50 مليون. انزل اعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، ويلا بينا عشان نشوف السربرايز اللي انا محضرها لحسين النهارده كده. يا عم والله العظيم لو كان جايب لي ابو تريكه محمد صلاح مثلا في الفريق اللي ضدي، اي حد غير الاثنين دول يا جدعان هيتعلم عليه النهارده. طبعا دلوقتي يا جدعان حسين بيسخن وبيعمل الاحماء بتاعه، انا مش فاهم ايه اللي هو بيعمله بالظبط، وبيقول لك ابو تريكه ومحمد صلاح وما يعرفش ان الحوار مش كده خالص. الحوار النهارده ان انا جايب له واحد بني ادم صاحبي عادي، يعني بني ادم طبيعي وبني ادم تاني مش طبيعي، يعني جايب له هالك الجزء الثاني هيدخل معانا النهارده، اضخم واحد في مصر يعني مقدما كده، الله يرحمه ويرحمني ويجعل مسوانا الجنه. هو دلوقتي كان بيسخن، مش عارف فرهدنا عمال يقول لي محمد صلاح جاي وابو تريكه وهعمل ومش عارف ايه، سمعته وهو بيسخن بس يا ابني انا مريح بس عشان اللي بيريح. المهم يا جدعان عايز اقول لكم بس حاجه اخيره كده، ان انا والله العظيم مرعوب فحت من الناس اللي جايه دي، عشان حسين ما يعرفش حاجه. هي دي السربرايز اللي انا محضرها لكم. في فريق دلوقتي جاي، الفريق ده عمره ما نزل لحد اللعبه دي وخسر، عشان كده قررنا ان احنا اللي هنتحدى النهارده، عشان احنا ما حدش بيقف قصادنا، يعني اي حد يقف قدامنا نعمل معاه. فكر في حد هيجي هنا هيكسبنا في ارضنا ملعبنا والله، ولا حتى لو بره ارضنا وبره ملعبنا تفتكر في حد هيكسبنا؟ هو انا هسيبك تتكلم لحد ما انت اللي تشوف الفريق وانت اللي تحكم. يلا بينا عشان نشوفه. M-double-O, get my damn flex on. Going real hard like a DMX song. Gotta lay low in a stand back zone. Got a girl up north and a fan back home. Can't nobody do it like me, man. You can never understand, it's a G thing. I'm about to make a call to the weed, man. Just a little something for the pregame. هو ده يا معلم اول واحد في الفريق، هو ده اللي محدش بيكسبه قبل كده، هو ده. شوف شبك لا احنا قلنا هنلعب بني ادمين، احنا اتفقنا على بني ادمين كده مش نافع يا جدعان. انا اللي متفق معاه يجي بصراحه، بس انا والله العظيم عايز ارجع في كلامي دلوقتي، انا خايف والله العظيم خايف ابدا. بقول لك ايه، هو اللي هينزل لوحده، هو اللي هيروح لوحده. يا جدعان هنبدا التحدي، والكوره بتاعتي اول كوره اهي جاهزه، عشان اللون الازرق يعني بحب اختار اللون الازرق، والباشا بتاعنا خد اللون الاحمر. طبعا مش هجيبه لكم دلوقتي عشان الشمس، بس خلينا في الازرق بتاعنا دلوقتي عشان نبدا. يلا يا جدعان عشان اتحمست دلوقتي هطير اي حد هيقف قدامي، معرفش هنبدا بمين يعني، بس انا لما هلبس البتاع دي دلوقتي مفيش عندي يما ارحميني، مفيش يما ارحميني. يلا عشان نبدا، ليتس جو. هو اشمعنى هما بيسخنوا واحنا ما بنسخنش؟ انا بقول كده جعلنا من بين ايديهم مسد ومن خلفهم مسد. نهار اسود، لازم نسلم على الخصم دي اول حاجه بتاع. يا ازاي؟ كل اللي بيحبوا هيكل توينز ده اخر يوم انت هتشوفوا هيكل توينز عشان هم هيموتوا. طبعا يا جدعان هو اتحشر فيها دلوقتي، مش عارفين نطلعه دلوقتي حالا. الله محاولات ان احنا بنطلعه من جوه. الله يا نهار اسود، حاسس بلحظه انكسار. حد قال لك تبقى 50 متر. طب يا جدعان ربنا معاكم بقى عقبال ما يطلع منها ان شاء الله. ده القسم الثاني في الفريق اللي هيتعمل معاه الغلط النهارده، هو تقريبا مكرمل مبرشم مش موجود في الدنيا النهارده هنا، بس لازم عشان نفوقهم الدنيا دي نقوم مدينه واحده كده راح فيها. ها نزلت ايه؟ ايه دخلت اخيرا يا جدعان، بقالهم 60 ساعه بيلبسوها له.
ايوه انا مش هبدا الماتش ده والله انا خايف. يا نهار اسود يا جدعان، لكم ان تتخيلوا ان انا هلعب ضد ده دلوقتي حالا. كل واحد يحط نفسه مكاني كده من الناس اللي بتتفرج على الفيديو. يا نهار اسود لابس خلاص اهو اهو، مش باقي غيري وغير حسن. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يا نهار يلا لا ما اتفقناش على التخفيل ده. انت شدني طيب، يا جدعان دي ما بتتلبسش كده، لازم عشان اشرح له بتتلبس ازاي لازم اوري له عملي. دي سيبها كده انت بقى الفريق الخصم. الكرة اللي عليك دي انا هقطعها على جتتك، مش هقول تاني. طب انت ممكن تاخد الكوره كلها وتقطعها لوحدها ولا تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من قدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد. رونالدو ركز، بابا خطيرة، بابا خطيرة. رونالدو في تنفيذ المخالفة. رونالدو في العرض يا راجل. ده في التيم معاك يا غبي. ده ما اتحرك. جدعان احسن حاجه في الدنيا ان صاحبه اتصاب. يعني احنا دلوقتي هنلعب 2 ضد 1 او يعني مش ضد واحد قوي، هو ده مش واحد. بص كده ورا 2 ضد 10. ده مش واحد، ده مش انسان واحد، ده 2 ضد 50. يلا صاحبه جه يا جماعه. حد يعدل لي، انا مش عارف. انا مش عارف. ما انت مش قدها بتعملها ليه؟ خلصنا الماتش يا جدعان. طبعا النتيجه زي ما انتم شايفين 100-0 لينا. يعني احنا كسبناهم بسكور، عملنا عليهم سكور وبصراحه هم اللي كسبوا. استنى بس الحقيقه عشان نكون صريحين احنا خسرنا بتاع 7-5 7-6، بس المونتاج معانا. يعني انا مثلا ممكن لو انا اللي منتجت الفيديو ده هم كسبوا، وهنلعب احلى فريق يا جدعان. والله العظيم انا مبسوط جدا ان انا لعبت معاك النهارده حبيبي، والله قلبي ده. وزي ما قلنا يا جدعان اول الماتش ان الفريق الكسبان هيحكم على الفريق الخسران حكم. طبعا كده مين اللي هيحكم على مين؟ طبعا ده مش هنا في الدنيا خالص، فعشان كده الفريق الكسبان هو اللي هيحكم حكم دلوقتي. فطبعا اسفا مضطر بما ان انا اللي كسبت التحدي ده المره دي، او انا ونص فرقتي يعني وات، فقررت ان الفيديو الجاي هيكون مصارعه بيني وما بين واحد من هيكل توينز بالفانيلا. وانا مش هقرر مين اللي انا هصارعه بالفانيلا، انا هسيب لكم انتوا تحت في الكومنتس تختاروا حسن ولا حسين اللي هيبقى عليه الدور المره الجايه لمصارعتي بالفانيلا من غير كور باجسامنا بس.
وبكده يا جدعان نكون خلصنا الفيديو النهارده. طبعا شفتوا اللي حصل في الماتش وعرفتوا مين الكسبان، لان انا اللي عامل مونتاج الفيديو، فاكيد يعني مش هطلع نفسي خسران. بس المشكله دلوقتي ان حسن من ساعه ما عرف ان في ماتش مع البلدوزر كمان اسبوعين اختفى في مكان كله صحراء ومش عارفين نوصل له خالص يا جدعان. بس ممكن برده مش حسن اللي لعب البلدوزر، اكتر واحد انتوا هتكتبوا اسمه في الكومنتات تحت هو اللي هيلعب البلدوزر كمان اسبوعين من النهارده. وطبعا اللي مش عامل لايك للفيديو ده ينزل دلوقتي حالا يعمل لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان خلاص تمينا ال 2 مليون وداخلين على 3 مليون. ونشوفكم الفيديو الجاي.